السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا صحبة الجنة. يلا يلا تجهيزات رمضان 2023 وتفريزات رمضان. هتشوفوا معايا تفريزات سهلة وسريعة لكن هتملى بيتك خير. يلا صلي على النبي كده وقولي يلا بسم الله. وبأهم حاجة تحط لايك واشتراك لان الصلصة القمر اللي قدامك دي، ولو قعدتي في الفيديو كام دقيقة يبقى كتر ألف خيرك. يلا ادخلي الفيديو وصلي الله. يلا نرجع تاني ونصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. احنا لو فضلنا طول اليوم نصلي على النبي أبدا أبدا ما هنشبع، وأبدا أبدا ما هنشبع من الأجر اللي هناخده من الصلاة على النبي في تفتيح الأرزاق وروقان الحال والبال إن شاء الله. إيه ده كله يا هنا؟ أنت فتحتي مشروع قهوة ولا إيه؟ لا يا حبايب، أنا هقول لكم دلوقتي وإحنا مع بعض في الفيديو. ولادي ربنا يهديهم ويصلح من حالهم، قلت لهم عايزاكم تساعدوني كده في البيت يا ولاد علشان أنا فعلا مش قادرة خالص اليومين دول. قالوا لنا يا ماما بس أنت دايما بتشربي القهوة عشان تديكي قوة ونشاط. طب ايه رأيك يا ماما؟ احنا هناخد القوة والنشاط بس بعد ما نخلص ترويق البيت علشان نبدأ مذاكرة. فاعمل لنا يا ماما كل واحد كده فنجان قهوة. فبصراحة بيني وبينكم كده ضحكت عليهم وحطيت لهم معلقة صغيرة من البن، ما حطيت لهمش كتير، بس طلع الوش جميل وقمر زي ما انتم شايفين. انما الاعمال بالنيات. انوي خير كده وربنا يخلي كل حاجة في ايديكي فيها البركة. ويلا بينا على البركة اللي ما شاء الله هناخدها في ايامنا اللي موجودين احنا فيها دلوقتي، لانها ايام كلها خير خير وبركة ورفع درجات وحسنات وطاعات، حاجات جميلة جدا يا بنات. هنفرز مع بعض الطماطم وهنعمل مع بعض الطماطم بطريقة سهلة جدا جدا جدا. وهتشوفوا معايا حاجة أول مرة استخدمها معاكم في القناة، بالرغم إنها موجودة عندي من 5 سنين، لكن أول مرة هستخدمها معاكم في القناة وبصراحة فرقت معايا كتير جدا جدا. هنتكلم عنها دلوقتي مع بعض، وهنغسل الطماطم وهنفرز يعني هنتنغنش ونتنعنش زي ما متعودين كده معانا. ربنا يخليكم ليا. ودايما زي ما متعودين في اول كل فيديو بنقول بنجيب البركه منين؟ بنجيبها من صلاتنا الصباحيه ودعائنا التحصيني والصلاه على اوقاتها يا بنات. صلوا الصلاه على اوقاتها يا بنات. البركه 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 من الصلاه في وقتها ومن الاذكار طبعا. ودايما بنكون بنحسن الظن في الله وبيكون عندنا يقين في الله بان النهارده هيكون يوم جميل. النهارده وبكره وبعده وكل ايام وايامكم جميله ببركه رضا ربنا علينا. وزي ما متعودين مع هنا، طول ما اذكارك ملازماكي طول ما بركه ربنا معاكي. ما شاء الله الطماطم هنغسلها مره واتنين ونشيل الحته الخضراء اللي في وش ديت فوق، وده كيس كمان وكيس تالت وهنعيش حياتنا دلوقتي. بس اصبروا، ايه الطماطم دي كلها يا هنا؟ بصراحه يا حبايب هنا انا عملتها على مرتين، لان بصراحه مش قادره اعمل كله مره واحده. اللي رحم الله امرئ عرف قدر نفسه. الحمد لله على كل حال. بس جمعت الفيديو مع بعض علشان نتشجع كلنا ونعمل كميه حلوه كده مع بعض. يعني الفيديو ده مقسوم على 2، لكن مش معلش يعني اول فيديو ما قدرتش انزله، فقلت اما اعمل تكمله للفيديو برضو بنفس التفريزات، لان جبت كل مره شويه من الطماطم وعملتهم. وزي ما انتم متعودين انا بس حابه ابقى في وسطكم. معلش لو الفيديو مثلا مش طويل قوي، مش حاجات كتير بتتعمل في الفيديو، معلش سامحوني واعذروني يا بنات. والله ربنا وحده الاعلم انا بعمل الحاجه دي ازاي. الحمد لله على كل حال. وبمناسبه يا ولاد او يا بنات، يا ولاد مين يا ولاد؟ هو انا بكلم ولادي ولا ايه؟ ما انتوا ولادي وحبايبي وقطاقيط قلبي واخواتي وحبايبي وامارات قلبي وامهاتي وحبايبي. ربنا يرزقكم ويرزقني بركم. كل اللي في سن امي ربنا يرزقني برها، وكل اللي في سن اختي يا رب يديمك اختها والنعمه على قلبي، وكل اللي في سن اولادي ربنا يا رب ما يحرمني من برك يا رب، اللهم امين. وتكوني بنوته اموره كده وعسل كده باذن الله. ما شاء الله ربنا يخليكم ليا. نبتدي بقى الطماطم غسلناها كويس جدا، يا دوب هنشيل بس الحته الخضراء اللي بتكون مليانه كيماويات دي، ونقطعها 2 3 مش هتفرق، او تشقيها زي ما انت شايفه كده 4 وتحطيها في الحله مش اكتر من كده. عايزين يا بنات نقول ايه؟ نقول ان احنا لازم نستغل الفرص. ازاي؟ بما ان انا بقول لكم ان انا الايام دي تعبانه شويه والعلاج اللي باخده تعبني، فانا عايزاكم تستغلوا الفرص يا ولاد. طول ما ربنا مدينا الصحه والعافيه نستغلها في الطاعه، قبل ما سبحان الله دلوقتي ممكن صحتنا تخننا شويه، لكن العمر بعد كده هو اللي هيخننا. يعني احنا ممكن دلوقتي نكون في شبابنا مثلا وفي سن الشباب او في سن لسه عندنا اللهم بارك صحه وعافيه، فنقدر نطيع ربنا، نذكر ربنا كتير، نصلي لربنا اكتر، نتصدق اكتر، نكون في عون غيرنا اكتر، نقدر نخدم غيرنا اكتر،
نقدر نطلع في الشارع ونلاقي اذى في الطريق فنميته فناخد اجر قبل ما نكبر في السن يا بنات. وممكن نكون مش قادرين نطلع من البيوت عشان نشوف ان في اذى في الطريق فناخد اجر اماطة الاذى من الطريق صدقه. ممكن نكون مش قادرين نطلع من البيوت فنشوف ناس ونتبسم في وجههم فناخد اجر تبسمك في وجه اخيك صدقه. ممكن نكون مش هنقدر نطلع من البيوت من تعبنا او من سننا اللي كبر ومش قادرين نمشي فمش هنكون قادرين نعمل. كان الله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه. هيتبقى لنا الطاعات البسيطه اللي موجوده في البيت، سواء قراءه قران، سواء صلاه، سواء ذكر، او صله رحم بالتليفون. لكن تخيلي انت دلوقتي لسه عندك فرصه 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 فرصه. تخيلي لو انت معوده نفسك ان كل يوم تعملي الحاجات دي، صدقيني لو هي عاده عندك بتعمليها على طول ما انت عندك صحه، لما سبحان الله ربنا يبتلينا في صحتنا او صحتنا تكون اقل، هتلاقي ربنا بيديك الاجر ده كانك بتعمليها بالظبط. زي ايه يا هنا؟ زي سبحان الله يا بنات لما يكون الانسان متعود يصوم اثنين وخميس طول السنه، او عموما يعني متعود يصوم اثنين وخميس، وجاء مرض منعه من صيام الاثنين والخميس، صدقوني بياخد اجر الصيام كانه صايم بالظبط، لان النيه كانت موجوده عنده واللي منعه حاجه خارج ارادته، فبياخد الاجر بالظبط كانه صايم. فعشان كده المداومه على العباده لما يجي يحصل عذر او سبب خارج عن ارادتك بتاخدي اجر العباده. فعايزين واحنا لسه عندنا الصحه وعندنا العافيه كده ناخد الاجر ده. يلا الطماطم ولعنا عليها من غير ولا نقطه ميه، وشوفوا ما شاء الله الكميه قلت خالص زي ما انتم شايفين، وشربت كل الميه اللي جواها، وفضتك في ايدك يلا تلمعي ورخامتك زي ما شفتوا. وايه دي يا هنا؟ دي الهاند بلندر يا حبايب هنا. بصراحه عندي من 5 سنين من ساعه ما نزلت من السعوديه، مره جيت استخدمها وما تضحكوش عليا يعني مش عرفت استخدمها شكلي كده، فقلت ايه ده شكل الموتور بتاعها ضعيف، لان هي شركه مش كينوود ولا براون ولا مونريكس ولا كده يعني. فقلت يمكن ايه، هي شركه اليكتا، فقلت يمكن هي ايه الموتور بتاعها ضعيف وايه ومش كويسه. المهم ركنتها لحد ما قريب كده شفت قناه ما شاء الله بتعمل بيها، فلاقيها ما شاء الله بتنجز معاها اكتر وبتسرع معاها في الوقت يعني، ولا تحطي بقى في الخلاط ولا في الكبه حبه بحبه والكلام ده وسخنه ومش عارفه ايه. فقلت طيب اما كده اجرب كده واقول لا حول ولا قوه الا بالله. دعبست كمان حتى لحد ما لقيتها، لاني كنت شايلها في مكان انا مش فاكره حتى انا شايلها فين، والحمد لله جبتها. ودي البركه برضو يا بنات في الرزق، ان ربنا اداني البركه، والبتاعه دي اشتغلت معايا ما شاء الله تبارك الله، وهرست لي الطماطم وهي في الحله زي ما انتم شايفين. والله انا بالنسبه لي بقت الصلصه دلوقتي من اسهل ما يكون، يا دوب هغسلها واقطعها واحطها في الحله على النار، ولما خلاص تتسبك تمام او تنزل كل الميه اللي فيها معلش انا اسفه، هبتدي بقى ان انا اعمل ايه، ان انا بس اضربها بالهاند بلندر. يعني انا مش عارفه سعرها هنا في مصر كام، لان انا كنت جايباها معايا من السعوديه وانا جايه. وبرده الكبه ديت او الهاند بلندر دي يا ولاد ليها برده يا ولاد، انا شكلي يا جماعه معلش معلقه يا ولاد، اصل انا بقى لي يومين قاعده في البيت، فشكلي ايه ولادي علقوا معايا من كتر ما كل شويه اقول لهم يا ولاد يا ولاد ربنا يهديهم ويصلح من حالهم اللهم امين. هنبتدي بقى نعبيها كده زي ما انتم شايفين تمام التمام، على حسب كل طبخه عندك بتاخد قد ايه، وعلى حسب برده الكميات اللي انت بتعمليها. ايه اللي يضايق هناك يا هنا؟ هتشوفوا معايا يا حبايب هنا كل حاجه بالتفاصيل بالتفاصيل. ربنا يا رب يصلح حالنا وحال جميع المسلمين. طب ما تيجوا ندعي بقى لينا ولجميع المسلمين بما ان قلنا ربنا يصلح حالنا. اللهم بارك في عمر امي وجميع امهات المسلمين، وارحم ابويا واغفر له هو وجميع اموات المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم امين. اللهم ارزق كل مشتاق الذريه الصالحه. ام محمد حبيبتي من السعوديه وردينا، اللهم ارزقهم الذريه عاجلا غير آجل يا رب العباد. اللهم اجبر جبرهم جبرا يتعجب له أهل الأرض والسماء. اللهم فك كرب كل مكروب وسد دين كل مديون. عايزين الحكاية بتاعت الهاند بلندر؟ طب ما تيجي نقول حكاية الهاند بلندر يا بنات. الهاند بلندر دي أنا كنت جايبة قبل كده الكبة البراوني اللي انتوا شفتوها عندي، فما شاء الله حاساها ان هي فيها كل القطع وغنياني، ما جاش على بالي حتة ان الكبة الهاند بلندر ممكن تنفعني، وعندي الكبة العادية وعندي مضرب البيض، فقلت خلاص يعني ليه اجيب الهاند بلندر؟ مش في اهتماماتي او ما كنتش عارفة اهميتها. لقيت ماما ربنا يبارك في عمرها في اجازه من الاجازات وانا مسافره بتقول لي انا عايزه البتاعه دي، بشوفهم بيعملوها في البرامج في التلفزيون وبيعملوا بيها العدس وفي الحله وبيعملوا بيها اي حاجه. قلت لها حاضر يا ماما، قالت لي انا نفسي فيها هاتيها لي، قلت لها من عينيا حاضر يا ماما. فوصيت زميلي يجيبها، علشان كده بقول لكم النوع بتاعها مش الانواع اللي انا متعوده عليها، لان مش انا اللي نزلت جبتها بنفسي، انا وصيت زميلي وقلت له ماما نفسها في كذا بالله عليك هات لها هي هاند بلندر وكده. فهو بصراحه نزل وجاب، وبصراحه هو وقتها شكر لي في الشركه وقال لي جميله جدا وعندي في البيت زيها وحلوه، فاخدتها على محمل الامانه وخلاص، قلت هو ما دام ان الشركه كويسه خلاص تمام، واخدتها.
نزلت بيها وديتها لماما، ولقيتها تاني يوم بعد ما رجعت من السفر بتقول لي خدي البتاعه دي وانت ماشيه. طبعا ماما ربنا يديها الصحه سنها كبير مش عارفه تقول هاند بلندر. فبقول لها ايه يا ماما خدها اعمل بها ايه، مش انت كان نفسك فيها وانا جبتها لك؟ قالت لي لا على فكره انا ما كانش نفسي فيها ابدا، انا حسيت ان انت مش عايزه تجيبيها لنفسك، وهي شايفاها باين عليها حلوه وبيستخدموها كتير في التلفزيون في البرامج وكده، فقلت اقول لك انا عايزه اجيبها عشان لو قلت لك ان انا اللي عايزاها انت هتجيبيها، لكن لو قلت لك هاتي لنفسك واحده انت مش هتجيبيها. وفعلا قد كان اللي هي قالت عليه هو اللي حصل فعلا، لما اللي هي اللي طلبتها مني انا جبتها. لكن لو فعلا كانت قالت لي انا ما كنتش حاسه انها في اهتماماتي او ممكن احتاج لها. ربنا يبارك في عمرها، اللهم امين يا رب العالمين. فسبحان الله يا بنات جبتها بر بأمي، لكن كان خلافها ليا أنا. علشان كده يا بنات نعمل العمل كده وإحنا لله، اعملوه لله. انتي بتبر أبوك وأمك طاعة لله عز وجل. يعني أنا جبت الهاند بلندر ديت لأمي، طاعة لأمي، علشان أمي نفسها فيها فحبيت إن أنا أبرها، وكان هي الأجر راجع ليا والراحة راجع ليا والاستفادة راجع ليا، بس أنا ما كنتش عارفة. اخلصي النية في كل حاجة ربنا هيخلف عليكي. أهم حاجة أهم حاجة إن إحنا لما نيجي نعمل حاجة نخلص لوجهه الكريم. فعلشان كده يا بنات نرجع لمرجوعنا تاني الأولاني، إن إحنا نعمل الحاجة اللي نقدر عليها طول ما ربنا مدينا الصحة والعافية. اعملي حاجات كتير على قد ما تقدري، انتي مش عارفة بكرة مخبيلك ايه، مش لازم لما تكبري في السن. يا عالم احنا عمرنا في الدنيا مكتوب النهاردة ولا بكرة ولا بعده، اي يوم ربنا هيأذن لنا باذن الله بوفاته. انت مش عارفه بكره انت موجوده في الدنيا ولا لا. طب اما اعمل خير دلوقتي علشان ربنا يتقبله مني، طب اما اعمل خير في دلوقتي ما انا مش عارفه صحتي هتفضل دايما معايا طول العمر ولا لا. اوقات كتير جدا سبحان الله ربنا بيكون ابتلاؤه في الصحه، والحمد لله على كل حال، اللهم لك الحمد على السراء والضراء. اكيد ربنا لما بيبتلي حد في صحته بيكون له حكمه برضه يعلمها الله، وبرضه سامع حابب يسمع عبده يناجيه ويقول له يا رب اشفيني. اللهم اني اسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم امين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليك. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. اللهم لا تكلني الى نفسي طرفه عين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شاني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم لا تحرمني خير ما عندك بسوء ما عندي. اللهم لا تحرمني خير ما عندك بسوء ما عندي. اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. إيه دي يا هنا ورايحة فين وجاية منين وإيه الخضرة وإيه اللون الأخضر وإيه الحاجات دي كلها؟ استاذ احنا فرزناها مع بعض يا حبايب هنا، خلاص حطيناها في أكياسها الحمد لله. وكان عندي كم جزرة كده زي ما قلت لكم، إن شاء الله جزرتين. هاتي حبتين من الجزر 3 4 5 6 زي ما عندك بقى وزي ما ربنا كرمك وبارك لك. قطعي منهم حبة شرايح كده بنحتاجها يا بنات، سواء كان في العدس، سواء كان في صينية البطاطس، سواء في الشوربة، في أي حاجة بنحتاج كده كم شريحة من الجزر ناخدهم معانا. وقطعيهم مربعات كمان عشان لو محتاجة تحطيها في البسلة أو أي حاجة يبقى ما شاء الله كده عندك ما شاء الله تبارك الله الأشكال بتاعة الجزر. اللي هناك دول خضرة هتشوفوها إن شاء الله برضو. ممكن مش عارفة نزلت في الفيديو ده ولا هتنزل في الفيديو اللي بعده، عشان أنا عاملاها مع سبانخ كمان. هتشوفوا طريقة السبانخ جميلة جدا جدا، تحفة تحفة. استنوها الفيديو اللي جاي بإذن الله. فأنا غسلت الخضرة جدا، هقول لكم ازاي بنغسل الخضرة وازاي بنوضبها بطريقة كويسة جدا. وكمان سر من الأسرار اللي هيخليها تحافظ عليها في الفريزر طول السنة وهي زي الفل، سر كده من الأسرار هنقوله مع بعض إن شاء الله في الفيديو الجاي بإذن الله. في أسرار بينا يا هنا؟ لا مش أسرار، ده تشويق وحركات كده يا حبايب هنا. ما أنا بحبكم وأحب أشتغل معاكم وأحب أهزر معاكم وأنا غشكم. ربنا يخليكم ليا ويدومكم نعمة في حياتي، اللهم امين. حاول يعني اقول ايه اللي كانت بتقول ان انا بتكلم بسرعه، ربنا يبارك لك يا حبيبه قلبي. حاسه ان انا دلوقتي مش بتكلم بسرعه قوي زي الاول، بس مش بمزاجي والله، غصب عني، لان انا حاسه ان انا حتى الكلام مش قادره اتكلمه. الحمد لله على كل حال، انا في نعمه من الله عز وجل. وطول ما انتي فيك لسان ذاكر احمدي ربنا، طول ما عندك صحه تقومي تتوضي وتفردي سجادتك وتسجدي تنزلي كده. الله الله يا بنات، تحطي راسك كده وقرتك كده وانفك كده وتلمسي
الارض وتسجدي كده وتسالي ربنا عز وجل وتقولي يا رب لا تحرمني خير ما عندك بسوء ما عندي، تتذللي الى الله عز وجل، تحكي لربنا اللي نفسك فيه، تقولي له يا رب كرمني في اولادي، يا رب بارك في اولادي، يا رب اصلح حال اولادي، اللهم ارزقني بر اهلي، اللهم ارزقني بر ابويا وامي، ارحم امواتنا واشفي مرضانا. يعني ادعي ليك ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، ادعي باللي نفسك فيه، احكي لربنا اللي مزعلك واللي مضايقك كله على السجادة. اوعي لما تكوني متضايقة تقولي أنا عايزة أتصل مثلا بأختي أو بمرات أخويا أو بصاحبتي أو أيا كان، أحكي لها وأفضفض اللي أنا متضايقة منه. طب إيه رأيك بقى؟ أنت ممكن تتصلي بيها تلاقيها مشغولة، ممكن تتصلي بيها تلاقي تليفونها مغلق، ممكن تتصلي بيها تلاقيها بتدي جرس بس مش فاضية ترد عليكي أو نايمة. طب تخيلي بقى ربنا عز وجل عز وجل موجود في كل وقت، بس كل اللي هتعمليه هتجيبي السجادة وتفرديها وتنزلي وتقولي كل اللي عندك، هتقومي من السجدة وانت مجبورة الخاطر، لان انت رحتي للجبار، الجبار جبار السماوات والارض، ربنا هيكبر بخاطرك زي ما دايما بقول لك. وبدل ما هي تقول لك ربنا يكبر بخاطرك ربنا يرضيك، طب ما تروحي لرب العباد كده واسجدي وقولي يا رب اكبر بخاطري. ده ما بيغنيش عن ان احنا ندعي لبعض بظهر الغيب يا بنات، ندعي بظهر الغيب، لكن انا اقصد لما تحبي تلجئي لحد قوي وحاسه ان انت محتاره في امر دنيوي جدا، الجئي الى الله عز وجل، هيحل لك الامر في الدنيا باذن الله وهيخلي لك الدنيا متيسره قدامك. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. لما تكوني متضايقه او مخنوقه خايفه من حاجه هتحصل او من حد بعينه، قولي حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي يا ربي فوضتك امري، يا حسبي ويا وكيلي ويا كفيني. في امر عسير عليكي او تعب او كده، لا حول ولا قوه الا بالله، كنز من كنوز الدنيا، كنز من كنوز الجنه، وسبحان الله بتيسر 99 ده ايسرهم الهم، ما شاء الله تبارك الله. دي بقى الهاند بلندر، الهاند بلندر يا بنات، شوفوا حتى مش متعوده على اسمها، فيها سرعه اولى وسرعه تانية ويا دوب بتتركب بالطريقه دي، وما شاء الله زي ما انتم شايفين اللهم بارك، خليت لي الصلصه بيوريه خالص خالص، وما شاء الله نعمه جدا جدا، فضل ونعمه من عند ربنا. وبكده نكون مع بعض خزنا الجزر والطماطم، صلصة الطماطم القمر ديت، والخضرة اللي هي الكزبرة والشبت وبقدونس، ما شاء الله تبارك الله، بطريقة سهلة جدا وعملية جدا، وهتحافظ عليها من السنة للسنة عندك في الفريزر زي القمر. وقبل ما نخلص الفيديو لازم لون أخضر، نزرع نخلة في الجنة، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. إن نخلتي يا أمارات بحبكم، أستودعكم الله.